في الفيديو النهاردة هنعمل وصفات شتوية وكمان اقتصادية جدا. هناكلهم من غير لا فراخ ولا لحمة، وكمان بيتدفي في البرد ده قوي. مفيش بيت في مصر مش بيعمل الوصفات دي في الشتاء. اول وصفة هنعملها هتكون شوربة العدس. هنعملها بمكونات اقتصادية ومفيدة، هتكون كريمي ولذيذة جدا جدا، كمان مغذية علشان انا ملياها يعني خضار، حاطة فيها انواع خضار كتير جدا، وفي نفس الوقت هتكون كمان اقتصادية. اهم حاجه في شوربه العدس، او يعني اكتر نوع خضار بحسه بيبقى حلو في شوربه العدس جدا، الجزر. هجيب جزره او جزرتين، كمان انا عامله 3 كوبايات عدس بس هحط لهم جزرتين. واحط لهم بصله كبيره، واحط لهم 3 طماطمات يعني صغيرين مش كبار قوي. كمان بطاطسايه ومفروض كوسايه كمان بتبقى حلوه فيها جدا، بس انا ما كانش عندي. الخضار هغسله وهقشره، يعني هغسله كويس وهقشره، وبعد كده بقى هقطعه يعني باي شكل عندي عشوائي. انا هحطه اصلا يعني كله كده فوق شوربه العدس. هجهز كل الخضار كده وهقطعه، وهضيف له كمان فصين توم مفرومين، يعني او فصين توم، هو كده كده هتتفرم مع شوربه العدس. هقطع بقى كل الخضار تقطيع كده زي ما انتم شايفين، يعني اي تقطيع عشوائي عادي. وهبقى مجهزه كمان العدس. هبقى غسله 3 كوبايات عدس وسايباهم، يعني غسلاهم في مصفى علشان يصفوا من الميه بتاعتهم. انا كده قطعت الخضار وجهزته وحطيت عليه الثوم. هجيب حله على النار، يعني هشغل النار عليها، وهنزل بالعدس اللي انا غسلاه. 3 كوبايات عدس انا غسلاهم ومصفياه. وبعد كده كمان هجيب الخضار اللي انا قطعته دلوقتي وهنزله على شوربه العدس، من غير ما هضيف دهون ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. يا دوب بس هحط على المكونات ديت ميه مغليه، يا ريت تبقى مغليه افضل عشان يعني نختصر وقت السويه بتاعه شويه. هحط ميه مغليه يا دوب تغطي، يعني تغطي العدس بالخضار كده من فوق، عشان بعد كده لما احب هزود يعني اي حاجه سويه هبقى مزوده شوربه افضل، عشان تدي طعم احلى. هغطي على العدس عشان يغلي، وكل شويه يعني ضروري كل شويه اقلبه كده وابص عليه واتاكد ان هو يعني لسه في ميه ما مسكش مني يعني. هو شويه بشويه كده هلاقيه استوى. هو تقريبا هياخد من نص ساعه لتلات ارباع ساعه على النار لحد لما يستوي خالص سويه كامل. هفضل بقى اقلب فيه، لو حسيت ان هو محتاج سوائل انا هزود له بقى شوربه، مش هزود ميه. يعني انا جيت ازود دلوقتي زودت شوربه، هي المفروض انها بتديله طعم، يعني طعم احلى شويه. ممكن كمان لو ما عندكوش شوربه ممكن تحطوا يعني مكعب مرقه فيها. هغطي عليه تاني، ولما خلاص بقى هحس ان هو استوى خالص بنفس الشكل ده كده، هضربه بقى يا اما في الخلاط يا اما بالهاند بلندر. وانا بالنسبه لي بالهاند بلندر في الحله كده افضل واسهل كتير. هفضل بقى اضرب فيه. انا كده خلاص قفلت النار عليه، بس هو لسه سخن قوي، بس هفضل بقى اضربه كتير قوي واقلب فيه طول ما انا بضرب، علشان كل قطع يعني الخضار دي تتضرب كويس وتختفي خالص. هو هياخد وقت شويه علشان انا عايزاه يبقى كريمي خالص وينضرب كويس، عشان ما احتاجش ان انا اصفيه اصلا. يعني انا لو ضربته كويس قوي كده مش هحتاج ان انا اصفيه. بالظبط لحد لما يوصل معايا للشكل ده كده هياخد تقريبا 5 دقايق او 10 دقايق ضرب بالهاند بلندر. وبعد كده هنحس ان هو كريمي وفعلا ما عادش فيه اي قطع خالص، كله كده تمام مستوي واتضرب كويس خالص واختلط كل المكونات مع بعض. هديله بقى غلوة على النار، وهزود الشوربة بتاعته علشان هو كان تقيل لو هو تقيل. انما لو السمك بتاعه كده زي ما انتوا عايزين خلاص تمام. هتفضلوا تخفوه لحد السمك اللي انتوا بتحبوا تشربوا شوربة العدس بيه. انا زودت شويه شوربه لحد لما انا بحب، وبعد كده بقى هقلب تقليبه، وهشوف بقى التوابل يعني اللي انتوا بتحبوا تحطوها عليها. انا بحب احط كمون، بحط معلقه كمون كبيره كده مليانه، واحط كمان فلفل اسود وملح. لو انتوا بتحبوها سبايسي ممكن تزودوا شويه شطه، او زي ما انتوا عايزين. انا مش بحب فيه غير الملح والفلفل والكمون بس. بالظبط كده بقى هقلب بقى التوابل مع الشوربه كويس، وبعد كده هسيبهم ياخدوا غلوه مع بعض. يعني هقلب كويس خالص لان الكمون بالذات بيبقى يتكتل كده مع بعضه. هفضل اقلب شويه لحد لما يندمج مع الشوربه كويس، وهديلهم غلوه الاتنين مع بعض كويس. هسيبهم بقى على النار لحد لما يكملوا غليان، وهعمل بقى الطشه بتاعته. طبعا الطشه دي اختياري، ممكن ناس كتير مش بتحب تعملها، بس هو العدس اصلا كله من اوله لاخره مفيش فيه اي دهون خالص. هي يا دوب معلقه السمنه اللي انا هحطها دي، واحط عليها فص ثوم، يعني تقريبا فص ثوم او فصين ثوم مفرومين. يعني انا بحس انها بتديها طعم احلى كتير. لو انتوا حابينها تكون خفيفه استغنوا عن الخطوه دي، بس انا بحسها بتطعم الشوربه قوي. اول ما الشوربه هتغلي انا هقوم طافيه النار عليها الاول، وبعد كده بقى هنزل بالطشه دي عليها. انا ما بحبش اضيف لها كزبره ولا حاجه، يعني هي توم وسمنه بس. يعني او زيت او زبده زي ما انتوا عايزين، الدهون اللي انتوا تحبوها. هي خلاص كده التومه اخدت لون خفيف خالص، مش ما اتحمرتش كتير. يعني هنزل بيها بقى على الشوربه، وبعد كده بقى هقلب، يعني هقلب كويس بقى لحد لما تندمج مع الثوم والسمن.
انا طبعا قافله النار كده، هقلبها بس كويس، وبعد كده بقى هغطي عليها وهسيبها على جنب. انتوا بقى زي ما تحبوا تاكلوا شوربه العدس، يعني انا بحب اشربها كده لوحدها. ممكن يعني نحمص معاها عيش، او نحمر معاها شعريه، او ناكلها اصلا مع رز بس. يعني زي ما انتوا بتحبوا تاكلوها كلوها. انا يعني حمصت معاها عيش، اللي هو العيش البلدي العادي، عشان هي احنا عاملينها اقتصاديه. ممكن بقى لو انتوا تحبوا تحمصوا معاها توست، او تحمصوا معاها العيش الابيض العادي. انا قطعت عيش بلدي اللي هو الاسود، اللي هو بتاعنا العادي ده، وبعد كده حطيته في الاير فراير، وحطيت عليه رشه زيت. انتوا كمان ممكن اللي ما عندوش اير فراير يعملوه يعني في الفرن، او يحمروا في الزيت. انا حمرته، ما اخدش 5 دقايق في الاير فراير. وعايزه اقول لكم ان شوربه العدس طالعه بالطريقه دي حلوه جدا جدا، لذيذه واقتصاديه، ومليانه مواد غذائيه حلوه قوي، ومليانه لانها اصلا مليانه خضار. كمان اقتصاديه جدا جدا. ممكن نشربها كده بس، يعني هناكلها من غير حاجه، مع عيش او مع شعريه او لوحدها كده. جربوها بالطريقه دي وقولوا لي رايكم فيها ايه. بعد كده الوصفه التانية، الوصفه الشتويه قوي بقى التانية اللي احنا هنعملها، هي القلقاس اصلا من الاكلات الشتويه الجميله جدا. كمان هو مفيد قوي. احنا هنعمله بطريقه تكون سهله ولذيذه. لان احنا هنعمله بالخضره، مش هنعمله يكون احمر. ودي احلى طريقه ليه، بتخلي طعمه مختلف خالص. احنا هنشتري القلقاس، يا ريت تكون القلقاسه المدوره، هي اللي بتكون طعمها احلى. ويا ريت لما نيجي نطبخ القلقاس نطبخ كل قلقاسه لوحدها، لان اوقات بيكون في قلقاس بياخد سويه اكتر من التاني. فعشان نضمن ان كله يبقى حلو، احنا هنطبخ واحده بس، يعني كل واحده لوحدها. هجيب القلقاسه وهقشرها كويس، وبعد كده بقى هقطعها يعني لمكعبات كده، حجم مقارب لبعضه، الحجم اللي انتوا بتحبوه. انا جبتها وقطعتها، قطعتها كلها بنفس الحجم تقريبا. وبعد كده بقى هسيبها على جنب، او في الوقت ده كده هنشفها بمنديل واخزنها في الفريزر. انا سبتها على جنب، وبعد كده هاجي بقى للخضره بتاعته. هو طبعا القلقاس معروف ان هو بيتعمل بالسلق، بس انا بحب اعمله بالشبت والكزبره عادي، يعني بالخضار اللي هو المتوفر عندنا العادي. انا جبت الشبت والكزبره ونضفتهم كويس من اي حاجه فيهم، عيدان صفرة بقى، عيدان دبلانه. وحطيتهم تحت ميه جايه في مصفى عشان يتغسلوا كويس قوي، يعني عشان نغسلهم كتير. وهفضل اقلب فيه لحد لما اطلع اي عود فيه مش حلو. وبعد كده بقى هدي رشه خل صغيره خالص، وبرده هقلب واشطف تاني بنفس الشكل ده كده لحد لما الخضره تنضف جدا. هسيبها على جنب لحد ما تصفي كل ميتها، هتاخد وقت شويه لحد ما ترجع تاني بالشكل ده. تكون ميتها، يعني اهم حاجه تكون هي ناشفه من الميه خالص، لان هي لما هتيجي تستوي على النار هتنزل ميه كتير. فانا عايزاها تكون ناشفه جدا. هجيب بقى سكينه او مقص ايا كان المتوفر عندنا ايه، وهنقطعها تقريبا، يعني تقطيع يكون صغير شويه، يعني تكون الشبت والكزبره نفسه العيدان تقطيعتها صغيره شويه. هنقطع الكميه كلها اللي موجوده عندنا بنفس الشكل كده. انا خلصت الكميه، هي طبعا بتهيألي انها كتير، بس هي مش هتعمل كتير خالص. هجيب بقى طاسه على النار وهسخنها، وهنزل فيها بحبه زيت صغيرين. واول ما الزيت يسخن هنزل فيهم بالخضره اللي انا عملتها دي. بس هفضل بقى اقلب شويه، وبعدين هحط عليها فصين توم مفرومين، يعني يكون التوم مفروم. وهفضل بقى اقلب كتير كتير. كل شويه بقى هحس ان كميه الشبت والكزبره بتقل، وهي بتنزل ميه شويه بشويه كده، تنزل ميه وهتشربها تاني. هفضل بقى ايدي والمعلقه في الطاسه على طول، وما مش هسيبها خالص لحد لما كل شويه هنحس ان الكميه بتاعه الخضره نفسها بتقل خالص خالص، وانها خلاص يعني هنوصل انها فعلا تكون استوت خالص وقلت. هي تقريبا كده خلاص. هجيب بقى الخلاط واحط فيه الكميه بتاعه الشبت والكزبره والثوم ديت، وهنزلها كلها في الخلاط مع بعض. وبعد كده هضيف لها شويه ميه او شوربه زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن كده او كده، بس انا ضربتها بميه. هفضل بقى اضرب كتير. انا عايزه اوصل يعني لصوص كريمي كده. لو حسينا ان الخلاط مش ماشي ازود ميه كمان لحد لما تنضرب وتوصل للشكل ده كده. في نفس الوقت ده كده بقى، يا اما هعينها في الفريزر، يا اما هبتدي بقى اطبخ القلقاس. عشان اطبخ القلقاس هجيب حله على النار واحط فيها ليمونه. وطبعا القلقاس ده انا كنت عينته في الفريزر فعلا، هخرجه متلج، يعني هو بيخرج متلج من الفريزر، او بعد ما قطعته احطه في الميه دي على طول، ميه بنص ليمونه. وهنزل بكميه القلقاس اللي عندي، وهسيبها بقى خالص لحد لما تتسلق كويس. يعني هي خلاص لحظه كده وهنلاقيها فكت من بعضها، لان هي الميه اصلا يعني ميه سخنه مغليه. هفضل بقى اقلب فيها وشويه، وهنشيل الغطا علشان القلقاس نفسه بيطلع حاجات كده بتفور على البوتاجاز. هشيل الغطا، وممكن اهدي النار كمان لحد لما نوصل بالقلقاس، لان هو يعني هو خلاص اتسلق خالص، اتسلق سلق كامل. هخرجه بقى من الميه دي وهصفيه. المفروض في الوقت ده كده ان احنا هنصفيه ونغسله وبعدين نحمره. انا بقى بستغنى عن فكره تحمير القلقاس دي خالص، مش بحمره خالص، ولا في سمنه ولا في زيت ولا حاجه. انا هشيله كله من الميه دي، وبعد كده هغسله كويس واسيبه يصفى على جنب، وهبتدي بقى اطبخه على طول، مش هحمره. انا حسيت ان خطوه التحمير دي زيوت على الفاضي.
هاجي بقى في نفس الحله اللي على النار بس هشطفها كده واحط فيها شويه شوربه صغيرين، وانزل بيهم بقى بمعلقتين 3 كده من الخضره اللي احنا عاملينها. الخضره مش بتحتاج تتصفى ولا حاجه لان هي اصلا مضروبه في الخلاط كويس جدا، مش هيبقى فيها حتت شبت ولا كزبره زهره ولا حاجه، هي هتبقى مضروبه كويس خالص. هحط بقى معلقتين كده واقلب على النار. بمجرد ما هتاخد غلوه صغيره هحط فيها بقى شويه فلفل اسود وملح. التوابل اللي هحطها في القلقاس ملح وفلفل بس، هحط بس كزبره في الاخر، انما الملح والفلفل دلوقتي. بعد كده بقى هنزل بالقلقاس في الشوربه اللي انا عملتها دي، وهقلبه بقى تقلبتين كده واغطي عليه لحد لما يستوي خالص، اللي هو تقريبا هياخد له كمان ربع ساعه لانه كمان انه مسلوق، فمش هيطول في الطبخ كتير. بمجرد ما هنوصل بيه بقى للون ده والشكل ده يبقى هو كده تمام. لو حسينا ان هو لونه فاتح ممكن نحط معلقه من الخضره جواه كده ونسيبه يغلي غلو. هو تقريبا القلقاس كده استوى خلاص، انا هقفل عليه. وبعد كده طبعا شايفين ان القلقاس متحطش فيه اي دهون خالص من اوله لاخره ولا اتحمر ولا حاجه. احط بقى معلقه سمنه كبيره كده واحط فيها فصين توم مفرومين ومعلقتين كزبره ناشفه عاديه، يعني الكزبره اللي هي بتاعه الطبخ دي. وبعد كده بقى يعني هحمر الطشه عادي زي ما بنعمل طشه الملوخيه زي القلقاس بالظبط. هقلب بقى الخلطه كويس كده لحد لما تاخد لون زي ما بنعمل الطشه العاديه خالص بالظبط كده. هي خلاص كده تمام، هي تقريبا كده اتحمرت خلاص. هرجع بقى للقلقاس، ضروري يكون قفلنا النار عليه، يعني تكون النار اتقفلت عليه. اول ما نقفل النار هنروح بقى نازلين بالطشه ديت ونقلبه كويس فيه خالص بنفس الشكل ده زي ما بنطبخ عادي. هو كده استوى وتمام وبقى طعمه حلو جدا. عايزه اقول لكم ان وصفه القلقاس دي حلوه قوي قوي، اللي بالخضره احلى كتير من القلقاس اللي بالصلصه. جربوه بنفس الطريقه ديت، وجربوا الوصفتين، شوربه العدس وجربوا القلقاس، وقولوا لي ايه رايكم فيهم. هم وصفات شتويه واقتصاديه وسهلين جدا، وقولوا لي رايكم فيهم ايه.